السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا ابطال ثالثه ثانوي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا مختلف شويه عن كل مره، لان احنا النهارده هنتكلم عن فيديو مهم جدا: ازاي تجدد طاقتك من جديد، ازاي تشحن طاقتك، وخصوصا ان اغلبكم الفتره دي خلاص ما عادش عنده طاقه، حاسس انه تايه، ما عادش عنده اي ذره ان هو يكمل او ان هو يستمر، حاسس ان الدنيا كلها اتقفلت في وشه. يلا نكمل نشوف هنعمل ايه. ازاي تجدد طاقتك من جديد، ازاي تشحنها من تاني، خلاص خصوصا ان انت حاسس بقى ان اخر شهرين من الثانويه ده، حاسس ان الدنيا اتأزمت في وشك. دلوقتي الناس بدأت تراجع وانت حاسس ان الدنيا متراكمه عليك، المواد كلها لسه انت مقفلتهاش. في ناس كتير، مش هنقول في حد مقفل المواد كلها، على الاقل في ماده واقعه منك، واقع فيها درس او اتنين او تلاتة او فصل او اتنين. مش كل حاجه متقفله معاك، حتى لو مقفل كله هتقول، هتحس انك تايه، هتقول انا لا، انا لسه مش مكمل، انا حاسس ان انا متشتت، انا حاسس ان انا مضغوط. كل المدرسين بقوا بيجوا عليا، مدرس ده طالب مني شامل، ومدرس ده طالب مني بكره احل، ومدرس ده طالب مني كذا. حاسس ان المدرسين كلهم عمالين بيضغطوك، كلهم دايره واحده، الدايره دي مقفوله، الدايره دي كلها حواليك، مش قادر ان انت تطلع منها. حاسس ان هي بقت بتدور، هي الدايره اصلا ملهاش مخرج. حاسس ان اليوم بقى بيتكرر، النهارده بيتكرر، بكره بيتكرر، بعده مفيش اي فاصل. من ازاي تشحن طاقتك من الاول تاني؟ انت خلاص طاقتك وقفت، طاقتك خلاص راحت، ما انتش عارف تعمل ايه. هو سؤال بس، معلش، هو انت من يوم ما دخلت الثانويه كنت داخل ليه؟ مش كنت داخل علشان تجيب مجموع؟ مش كنت داخل عشان هدف؟ انت دخلت اولى ثانوي عام ليه؟ لو انت مش عايز توصل لتالتة ثانوي، كلنا عارفين ان مجرد ان انت دخلت عام فانت هتوصل لشهادة ثانوية، او سواء عامة او ازهرية بقى، الاتنين واحد. انت دخلت ليه؟ اسأل نفسك السؤال ده كده. دخلت عشان هدف؟ دخلت علشان تحقق حلمك؟ دخلت علشان تحقق حلم اهلك؟ دخلت علشان تفرح كل الناس اللي حواليك وتعمل كل حاجة تفرحهم؟ دخلت علشان تحقق حلمك؟ دخلت علشان هدف معين انت عايز توصله؟ دخلت علشان حاجة انت حاببها؟ دخلت علشان يبقى ليك حاجة في المستقبل؟ فانت اسعى لده، امشي ورا ده. احنا نزلنا قصتين: ولد بقى في طب بشري المنصورة، وبنت دخلت هندسة. الاتنين قدامكم، الاتنين بدأوا متأخر. هتقول طب ما انتي بتقوليلي ما عادش غير شهر ونص، الشهر ونص دول هعمل فيهم ايه؟ هلم فيهم ايه؟ هلم فيهم المتراكم عليا، ولا الجديد، ولا مراجعات، ولا هحل، ولا هذاكر، ولا هعمل ايه بالظبط؟ انت تقدر تعمل كل حاجة في الشهر ونص دول. الشهر ونص دول مش شوية، دول كتير خالص. انت تقدر لو خليت يومك كله مذاكرة، بدون سوشيال، بدون خروج، بدون دخول، بدون اصلا هشوف ده بس، اصلا هسمع الحاجة دي بس، او انا هتكلم المكالمة دي، الفون، اي فيديو بيجيب فيديو بيجيب فيديو. عدى 6 ساعات في كام فيديو ما كانش ليهم مليون لازمة. عدى 5 ساعات على الفيس، عدى 5 ساعات في شات ملهوش مليون لازمة، عدى اوقات كتير خالص، واوقات كتير ضاعت منك. خلاص كفاية اللي ضاع بقى، نمسك في اللي جاي. اللي جاي هتقدر تمسكه، يعني اللي جاي هتقدر تلم فيه المواد كلها. بس حط لنفسك حدود، حط لنفسك خطط، حط لنفسك طريق هتمشي عليه. هتقدر، هتوصل. عايزة افكرك ان ناس كتير بدأت في الشهر ونص دول وجابت مجموع ودخلت الحاجة اللي حباها ودخلت وحققت الهدف بتاعها. طول ما انت قاعد وتقول اصلا انا ما عادش معايا وقت، اصلا انا الدنيا ضاعت مني، اصل كلمة اصل، ترى كلمة اصل دي كان عمال بيبرر لنفسه. انت مجرد ان انت عايز تعمل حاجة ومش قادر توصلها بتبرر لنفسك خطط ملهاش مليون لازمة. يعني انت بتقول اصل اللي هيبدأ دلوقتي هيعمل ايه؟ هو انا هقدر الم زي اللي لم من اول السنة؟ ده مين اللي قال ده؟ ده انا اللي بادئ ده بقاله يجي 7 8 شهور. عايزة تفهميني ان انا هلم في شهر ونص؟ ايوه عايزة افهمك ان انت هتلم في شهر ونص. عايزة اقولك قوم من مكانك، يلا شوف كتابك فين، يلا حالا ابدأ شوف اول درس في الكتاب عندك بيقول ايه. انت مذاكره، انت عارفه، انت هتقدر تكمل، انت هتوصل. عايزة افكرك ان حلمك خلاص ما عادش قدامه غير تكة، هانت، ما عادش غير حاجة بسيطة. الفترة دي هتعدي وهتوصل وهتدخل الكلية اللي حاببها، هتفرح اهلك وعيلتك، مش هتخلي حد يشمت فيك. كلمة يشمت فيك دي حط تحتها مليون خط وحطها قدامك في كل مكان. خليك عارف ان النتيجة دي لحظة ندم بس، يعني يا هتفرح فيها يا هتندم فيها. هتندم على كل لحظة انت ضيعتها. هتبقى قاعد كده شايف صاحبك اللي كان قاعد جنبك بقى دكتور، وصاحبك التاني بقى مهندس، وانت مش عارف تعمل ايه.
طب ما ده صاحبك وده صاحبك وكانوا الاتنين جنبك عادي. مفيش حاجه اسمها اصلا انا مستوايا ما كانش كويس واصلا انا مستوايا ما كانش ضعيف. لا، مفيش اي مستويات. انت لو كويس، وانا واثقه ان انت طالما دخلت ثانوي عام فانت كويس. انت مش تقدر تدخل ثانوي عام غير لو كنت كويس في ثالثه اعدادي. حتى لو دخلت بالغش فمش تقدر اصلا تدخل وان انت تستوعب الدروس، مش تقدر ان انت تنزل كل ده لو انت ما كنتش في ثانوي عام. اكتر حاجه هي ممكن تضيعك ان انت عايز تكون مثالي. عارف يعني ايه عايز تكون مثالي؟ عايز يا تذاكر 8 ساعات يا ما تذاكرش خالص، يا تنزل شغلك كامل يا ما تعملوش خالص، يا تحل الواجب كله يا ما تحلش خالص. عايز تكون بتعمل كل حاجه كامله على بعضها يا ما تعملش، وده غلط. انت لو عملت 1% من الحاجه دي، تاني مرة هتجيب 3%، تاني مرة 10%، هتيجي تدريجيا مش هتيجي مرة واحدة. مفيش حد لو عمل حاجة بتيجي من أول مرة وبتيجي صح. كلنا بنتعلم، كلنا جايين الدنيا عشان نتعلم أصلا. مفيش حد جاي الدنيا متعلم جاهز. بتقوم وتقع وتقوم وتقع، مش هتقع من أول مرة، مش هتقوم من أول مرة. بتمر بمراحل كتير زي اي حاجة. هو انت في الامتحانات ابسط حاجة، هو انت في الامتحانات نفس مستوى امتحانك وانت كنت طفل هو نفس مستوى امتحانك وانت ثانوي؟ اكيد لا. ومش هيبقى نفس مستوى امتحانك في الجامعة ان شاء الله، هتلاقي حاجة تانية خالص. كل حاجة بتختلف حسب سنك وحسب مقدار عقلك وحسب استيعاب. دلوقتي اعمل عهد جديد مع ربنا، قول يا رب خلاص انا رجعت لك المرة دي وانا قادر ان انا هوصل، انا قادر ان انا هكمل. يا رب خلاص انا المرة دي هتغير، هعمل وهحقق حلمي وهذاكر وهعمل كل حاجة علشان خاطر اهلي، علشان هم يستاهلوا منك ان انت تفرحهم، ما يستاهلوش ان انت تزعلهم ولا تكسر بخاطرهم يوم النتيجة. قوم حالا، انا واثقة فيك وعارفة ان انت قدها وعارفة ان انت هتوصل. بس خلي الثقة دي بقى في محلها وخليك ان انت قادر. انا هبقى معاكم، لو عايز تتابع معايا مفيش اي مشكلة. انا سايبه لكم لينك التليجرام بتاعي، ادخل قول لي يا مس انا عايزك تتابع معايا مش اكتر. انا هتابع معاك والله هتابع معاك، بس اوصل حقق حلمك. عايزاك ترجع يوم النتيجة للفيديو ده وتقول انا وصلت، انا قدرت ان انا اكمل، انا قدرت ان انا اوصل. هتقدر، هتقوم. خلاص اول ما تسمع الفيديو ده قوم صلي ركعتين لله، استغفر كتير، قول لربنا كل حاجة كانت واقفة معاك، ادعيه. بعد كده اقرأ قرآن، اقرأ على الأقل صفحتين 3 وافتح كتابك وابدأ قول بسم الله الرحمن الرحيم. اعتبر الثانوية لسه بادئة النهاردة وهي كانت مدتها شهر ونص. صدقني انت هتقدر. العقل لو ضغطته بمدة او بحاجة معينة هيقدر، بس احنا فينا صفة التكاسل. انت لو كسلت ما بتعملش حاجة. يعني هو انت مجرد ما تفكر وتقول لعقلك خلاص انا هكسل، انت هتكسل تلقائي. زي ما انت بتقول لنفسك كده انا هكسل النهارده من الدرس، هو انت معاك مبرر ان انت تكسل؟ لا، اصل انا حاسس ان انا مش قادره اقوم. هو عقلك صورلك ان انت مش قادر تقوم، لكن انت لو كنت قمت من مكانك قلت لا انا هروح، هو حد هيوقفك؟ عقلك هيوقفك مكانك يقولك ما تنزلش؟ لا اكيد طبعا. فخلاص يلا كده، قوم خليك قدها واعمل كل اللي انت تقدر عليه. وان شاء الله اخر يوم النهارده في الكامب، والنهارده الكامب خلص، بكره هنبدا كامب جديد. اللي عايز يكون فيه يسيب لي في الكومنتات وان شاء الله هسيب لكم اللينكات كلها برضو موجوده تحت في الديسكريبشن بوكس. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنساش تعمل شير لصاحبك واعرف ان الدال على الخير كفاعله عشان نتشارك كلنا في الاجر ان شاء الله.